السلام عليكم. هو ايه اللي ممكن يطلع مربى الفراوله بالجمال ده؟ حرفيا شويه سكر وشويه فراوله بس كده. ايوه بس كده، ولكن في شويه تريكات في الطريقه لازم ناخد بالنا منها عشان تطلع باللون اللي حضرتك شايفاه دوت. مبدئيا احنا ينفع نعملها بفراوله فريش، او لو حتى مش في موسم الفراوله خالص وعندك فراوله مجمده. اول حاجه ببتدي ان انا اجيب كميه الفراوله بتاعتي وبحط عليها السكر وهغطيهم وهدخلهم التلاجة ليله كامله عشان خاطر يبقى الشكل بتاعها عامل كده والسكر داب تماما بالشكل ده. من التركات بقى المهمه جدا في نجاح مربى الفراوله نوع الاناء اللي انا هعمل فيه المربى. انا دايما بستخدم اناء استانلس لانه مش بيتفاعل معاها اطلاقا، وبالتالي بيحافظ لي على الطعم واللون والريحه زي ما هتشوفي كمان معايا دلوقتي. مبدئيا باخد الاناء بتاعي على نار عاليه لغايه لما يبتدي يغلي، وبعدين هنزل عليه بعصره الليمون اللي هتحافظ لي على اللون وكمان هتساعد ان المربى بتاعتي تعقد كويس قوي. هقلب بقى الليمون مع الفراوله كويس وهسيبهم شويه صغيرين، وهنا هكون قللت النار لاقل من المتوسط، وده مهم جدا في مربى الفراوله. واول لما احس ان الانسجه بتاعه الفراوله بتاعتي بدأت تنعم هزود دوا عن طريق هراسة البطاطس. ما عنديش ممكن استخدم شوكة عادي جدا وبنعم بيها الانسجة بتاعة الفراولة اكتر، وده لان انا في النهاية بحب المربى بتاعتي تكون كريمي. لو حضرتك حباها قطع ممكن تستغني عن الخطوة دي لغاية لما هتوصل للشكل ده كده، وخلاص بوقف لان اوريدي انا في خطوة في الاخر كمان هزود بيها القوام بتاعها يبقى كريمي اكتر. مربى الفراولة ما ينفعش ابدا تتساب لوحدها وهي على النار، لازم ان انا هعمل حاجتين طول ما انا واقفه جنبها. اول حاجه بشيل الريم الابيض اللي بيطلع على الوش دوا، وده مهم جدا لان وارد جدا حضرتك وانتي بتغسليها ما تكونش نطفت 100%، وبالتالي اي شوائب موجوده في الفراوله هتطلع في الريم دوا. وطبعا لو سيبناها موجوده ممكن تقلل من عمر المربى بتاعتي، خاصه ان هي ما فيهاش اي مواد حافظه. الحاجه الثانيه ان انا لازم اقلب كده واجيب كمان من القعر، لان انتي لو سبتيها فتره طويله من غير تقليب ممكن جدا ان هي تلزق في القعر وتدي كده طعم محروق وحش جدا. اهم حاجه عندي ان انا هستمر في الخطوتين دول لغايه لما هوصل للقوام ده كده. تحسي انك لما بترفعيها بالمعلقه ما بتنزلش كانها سايله، لا بتنزل بتقل كده، هي فيها نسبه سوائل بس صغيره قوي. هرفعها خلاص كده من على النار وهبتدي ان انا اسيبها تهدى لغايه لما مثلا تبقى دافيه، وهنقلها للميانته بتاعتي عشان خاطر انا عايزاها تبقى كريمي تماما من غير اي قطع. او ممكن تعملي كمان الخطوه دي عن طريق هاند بلندر لو عندك. وحرفيا هي مش بتاخد اكتر من 10 ثواني مثلا متواصله بالميانته، وبيبقى القوام بتاعها ناعم وجميل زي ما حضرتك شايفه. اخدين بالكم بقى اللون عامل ازاي ومن غير اي اضافات؟ طبعا قوامها في المرحله دي هيكون سايل زي ما حضرتك شايفه، لان طبعا لازم هندخلها التلاجة على الاقل يوم عشان خاطر احكم على القوام بتاعها. قبل لما تقفلي البرطمان بتاعك لازم تتاكدي كويس قوي ان هي وصلت لدرجه حراره الغرفه، عشان لو في اي ميه فيها ممكن ان هي تقلل من فتره الصلاحيه بتاعتها. هقفل بقى البرطمان بتاعي كويس قوي وهدخله التلاجة، وده كده شكلها النهائي. شايفين بقى مسكت نفسها، لونها جميل جدا من غير اي اضافات، وطعمها بقى يعني انتوا اللي هتقولوا لي عليه. عندي ملاحظه هنا مهمه جدا، لو حضرتك عامله كميه كبيره من المربى حاولي تحطيهم في برطمانات صغيره، بحيث ان لو مثلا حاجه منهم دخل فيها اي شيء ما يكونش الكميه كلها عندك باظت. واستمتعي باحلى مربى فراوله هتاكليها في حياتك، واسهل مربى فراوله هتاكليها في حياتك، والصحه والهنا.